بصراحة انه هذه هي اكثر حاجة تخليني نحس بالعار والحشمة اني جزائرية. ما حسيتهاش مثلا كي الجزائريين طلبوا انه يباتوا ياكلوا باطل عند بعض المغاربة اللي كانوا كرماء الى غير ذلك. ولكن هذا الفيديو بصراحة ما كانش حاجة اسوأ منه، لانه تم في مكان عام وسط الناس، الوسخ وقلة الادب وقلة التربية، فعل فاضح في مكان عام، رغم انه هذاك ستاد فيه كل انواع لي تواليت للناس العاديين والناس ذوي الاحتياجات، للنساء والرجال. ولكن هذا المؤثر الجزائري ما عنديش واش نهضر، راني رايح نقول تحتي، راني رايح نطلقها تحتي هنا والله يبداو يشموا ريحه السياشه في السطاد، فاهم؟ راني رايح ندير بيبي ما قدرتش غاوتيني مستريسي. لا ميرسي على خرجت والله خرجت. هاي استراس لا غالب. طبق خوتي فيها باقي راه طاحت ولا غير طاحت البوله طاحت. هاي لا غالب استراس. اللي يتبعوه ملايين الناس على كل المنصات، اختار انه يقوم بهذا الفعل، ينحي سروالو ويجبد القلقول تاعو ويتبول امام الناس، امام الجمهور، امام جزائريين كيما كيفو، رجال ونساء كبار وقاصرين. هذا فعل مخل بالحياء في مكان عام، ومفروض انه السلطات المغربيه تعاقبه، على الاقل غرامه ماليه، على الاقل. انا ما على باليش القوانين في المغرب كيفاش في هذه الحاله، ولكن هناك بالتاكيد عقوبه لمن يرتكب هذا الفعل عن عمد، سورتو كي يكون بالغ عاقل راشد مدرك لما يفعل، ماهوش طفل صغير، ماهوش مريض، لا عادي كان كي البغل قاعد. جاتك الحاجة البيولوجية العادية كيما الناس، تنوض ترفد روحك وتروح للتواليت وين تبلع الباب على روحك وتنحي الملابس تاعك وتقضي الحاجة تاعك، تغسل يديك المسخ المقمل المدقلص، تغسل يديك تعقم يديك، ومن بعدها عاد ترجع وتقعد قدام الناس. ماشي انك انت تتبول وتضحك وعاجبك الحال وتبين في سنادرك وتقول فيها ومسجلها وفي البث المباشر، والبغوله والبعره اللي كانوا يتفرجوا فيك باينه بلي كانوا يضحكوا، ومكاش واحد من اللي كانوا معاك رفدك عطاك زوج صفعات باش يربيك ويقول لك بلي هذا الفعل لا يجب ان يتم هنا نهائيا، لا في المغرب لا في الجزائر لا في بلاد واحده اخرى. في ملعب امام عشرات، وين عشرات، مئات الالاف من الناس يتفرجوا، والكاميرات غالبا غادي تكون كاش كاميرا قد بعضها، يعني القلقول تاعك والبوله تاعك والتصرف تاعك غالبا راه محكوم في كاش كاميرا. الملاعب حاليا في المغرب راه كاملهم كاميرات وكلهم درونات وكل هذا، اكيد غادي يتشد فصراحه أنا